لو عاوزة تتبيلة للفراخ المشوية يبقى مفيش أحلى من التتبيلة السحرية. مكوناتها كلها بسيطة، بتتعمل كده في 3 دقايق. تتبيلتنا اسمها تتبيلة 2 في 1، سريعة وبسيطة وسهلة. ومش لو لسه أول مرة بتشوفيني، أنا اسمي ريم ودي قناتي. ما تنسيش تعملي لايك حلو للفيديو واعملي لي متابعة لو لسه أول مرة. جبت عندي هنا بولة كبيرة كده، وهحط فيه بصلتين كده متوسطين بشراهم بالمبشرة عادي جدا. لو متوفر عندك الكبة اشتغلي في الكبة، مفيش مشكلة. وكميات البصل طبعا حسب رغبتك، لو عاوزة تزوديها شوية تخليهم 3 بصلات متوسطين او بصلتين مثلا كبار براحتك. 3 حبات من الطماطم بشراهم بالمبشرة برضو. وانا ما حبيتش الطماطم المضروبة في الخلاط في التتبيلة دي لانها بتدي طعم يعني مختلف شوية. الطماطم المبشورة بتبقى ليها قوام كده مع التتبيلة والتغميسة في الاخر. 4 معالق من الخل كبار، الخل الابيض العادي، بلاش خل بلسمك، هو الخل الابيض بيبقى تمام جدا. نص كوباية من الزيت، زيت الذرة او زيت عباد المتوفر. هحط حوالي 5 معالق كبار، وزوديه او قلليه حسب رغبتك. ممكن تخليهم 4 معالق او 3 معالق. كمية الزيت هنا ملهاش مقدار محدد، هي والخل كمان. في عصير ليمونة كبيرة، طبعا يكون الليمون فيه كمية عصير كويسة عشان تاخدي الطعم الحلو منه. تعالي بقى لمجموعة البهارات. نص معلقة كبيرة من الثوم البودرة، نص معلقة كبيرة من البصل البودرة، ونص معلقة قرفة، نص معلقة من الكزبرة على الكمون، نص معلقة من الفلفل الأسمر، وكمان نص معلقة من الملح، نص معلقة من الجنزبيل. شايفين التشكيلة الحلوة ديت؟ هتديها طعم في منتهى الجمال. ابتدي انزل بيه كله على بقية المكونات اللي عندي. انا معيراهم بالمعلقة طبعا وعارفة المقدار بتاعهم، نص معلقة من كل حاجة، ومظبطه لها الملح والفلفل. بتبقى تقليبة حلوة قوي لكل المقادير ديت. شايفين شكل التتبيلة؟ سحرية بجد، فيها كل حاجة احنا عايزينها. الخل بالليمون بالملح والفلفل والبهارات والبصل والطماطم، مش ناقصها حاجة خالص. كميات الخضار هنا حسب رغبتك زوديها او قلليها. دي كده اول تتبيلة معانا. في تتبيلة صغيرة كده هنعملها، هنتبل بيها اوراق الفراخ اللي هتفرق كمان في طعم. هنتبل بيها طبعا نص فرخة، فرخة كاملة، وراك او دبابيس او بانيه اللي انت عايزاه، او حتى الاجنحة. شايفين المكون اللي في البولة ده؟ دي خضرة مفرومة عليها ملح وفلفل اسمر. فرماهم كويس جدا في الهون كده ودقاهم لحد ما يبقوا ناعمين زي ما احنا شايفين. الخطوة دي هتفرق في طعم الفراخ جدا جدا. احشي وراك الفراخ من تحت الجلد كده وبين الوراك. 1.5 كيلو من اوراق الفراخ غسلتهم كويس جدا بالمية والملح كده وشوية ليمون لحد ما نزلوا اي زفارة او اي دم. والخطوة ديت اساسي جدا معاكي، نظافتها ديت طعمها كلها. واديها شطفة اخيرة في الاخر. وهنحشي بيها الفتحات اللي احنا عملناها في او عاملة 2. المهم تدخلي فيهم شوية من الخضرة يدوها تطعيمة حلوة. شايفين شكل الورك؟ ممكن تحطي كمان تحت الجلد، مفيش مشكلة، بس انا عايزة التتبيلة التانية هي اللي هتبقى تحت الجلد، ان احنا نشبعها كلها في التتبيل تحت الجلد وفوق الجلد وما بين الاوراق. هجيب اي صينية عندي، بايركس او ألمونيا او ستانلس، اي نوع عندك. شايفين شكل الصينية عامل ازاي بعد ما تبلنا الفراخ بتاعتنا؟ اول تتبيلة بالبقدونس كده والكزبرة والملح والفلفل، حشينا ما بين الاوراق. وتاني تتبيلة اللي احنا عملناها مع بعض. هسيب بقى التتبيلة دي على الفراخ حوالي 2-3 ساعات، او ممكن من بالليل للصبح بس في التلاجة. كل ما تقعد وقت طويل هتاخدي منها نتيجة كويسة. هنسوي الفراخ بتاعتنا ازاي؟ هنكون مسخنين الفرن قبلها ب10 دقايق. بتدخل في الرف اللي في النص على الشبكة او في الرف الوسطاني.
بتاخد لها حوالي ساعة الا ربع او ساعة حسب حجمها. تحط لها كوباية واحدة من المية كده عشان تساعدها طبعا ان هي تغلي، ده حسب رغبتك. هنغطي الفراخ بتاعتنا اول نص ساعة كده بغطا حلة، تمام، عشان ما تاخدش لون من فوق وهي لسه نية من جوه. بعد النص ساعة بشيل من عليها الغطا عشان تكمل لون وتسوية لشهر رمضان وللعزومات، جميلة وتشرفك قوي. وده شكل صينية الفراخ بعد ما استوت كده حوالي ساعة الا تلت في الفرن. استوت وبقت دايبة دوبان. شايفين شكل اللحمة عامل ازاي؟ باخد معلقتين 3 من الزيت كده اللي نازل من الفراخ ده، وبحطها على جلد الفراخ وادهن بيهم اللون الرهيب الجميل اللي ريحتها في منتهى الجمال، ولا طعمها حاجة كده تفتح النفس جدا. تتبيلة سريعة وبسيطة ومكوناتها كلها موجودة في البيت، هتعتمديها بجد كل مرة من سهولتها وكمان طعمها التحفة. اللي نازل من الفراخ ده هيتغمس جنب المكرونة والرز، طعمه بجد جميل قوي. اعتمديها كل مرة من سهولتها وكمان بساطتها. حبيت اقدمها في نفس الصينية عشان اوريك الصوص الجميل اللي نازل منها. ممكن تقدمي الصوص ده في سوسيرة صغيرة او بولة صغيرة وتقدمي حواليها الاوراق كده وتزينيهم بخضرة. تقدري جنبها شوية شيبسي ومخلل وسلطة وشوية عيش بلدي وشوية مكرونة او رز، وتبقى طعمها تحفة جدا.